يعني تخيل هذا الموسم رافينيا 31 مباراة في جميع المسابقات، وسجل ما يقارب 23 هدف و11 مساهمة. والبعض يقول الكرة الذهبية أو البلندور تطبخ على نار هادئة للظاهرة رافينيا. وللعلم الموسم السابق جود بلينغهام مع نادي ريال مدريد توج بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس السوبر الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني وجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وجائزة أفضل موهبة كروية وجائزة أفضل لاعب شاب وجائزة الفتى الذهبي، ورشح لجائزة الكرة الذهبية ورشح لجائزة ذبس ورشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا. وبالتالي لم يتوج جود بلينغهام بالكرة الذهبية أو البلندور، فما من الممكن أن يتوج رافينيا نجم نادي برشلونة ونجم المنتخب البرازيلي بالكرة الذهبية بتلك السهولة.